السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ ربنا انتوا بخير. انا النهارده عامله وصفه كنتاكي. طبعا انا عملت وصفات كنتاكي كتير جدا، بس الوصفه دي فيها حاجه كده مميزه، حاطين عليها كده مكون مميز. دي وصفه لصديقه ليا وفعلا عملتها، عجبت الاولاد قالوا في حاجه كده مميزه جوه، مش عارفين ايه هي، بس اكتشفوها بعدين. زائد طبعا الكنتاكي المقرمش اللي مستوي جدا من جوه، ما فيهوش ولا نقطه دم. وكمان هقول لكم بقى على تركات كويسه حلوه قوي، يعني تقدري تعمليها في اي نوع كنتاكي تعمليه، يطلع معاكي مستوي ومقرمش ولذيذ جدا جدا جدا. اول حاجه عندي الفرخه بتاعتي، بجيبها بشيل منها الجلد، انا ما بستخدمش الجلد. حليب، زبادي، وشويه توابل كده، هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف، هي مش توابل كتير خالص. بحط التوابل دي كلها، بحط اللبن، بحط الزبادي، وهنقع بيها الفرخه دي. الفرخه دي انا هقطعها واوريكم تقطيعها عامل ازاي، ما بسيبهاش كبيره. كل ما تسيبيها حجم كبير مش هتستوي معاكي كويس، بالذات الناس اول ما تعمل الكنتاكي. ونشوف هنقطعها ازاي. اول حاجه الصدر طبعا ما شاء الله كبير، فهبقسمه على 3 اجزاء. اول حاجه باخد الجناح مع جزء كده صغير من الجناح، و الجزء التاني بقسمه نصين. بس ممكن اسيبه كده، بس الافضل انك تفتحيها بالمنظر ده عشان تضمني انها تستوي معاكي بالمنظر ده، واسيب العظم بتاعه ما بشيلهوش. بعد كده الورك بفصل الدبوس عن الجزء التاني خلاص. ولو الجزء التاني ده مش كبير هسيبه زي ما هو، لكن لو هو كبير هقدر اقسمه نصين زي ما انتم شايفين كده. تمام. بس اهم حاجه بقى بفتح الفرخ. اهم حاجه ايه اللي بتتفتح؟ الاجزاء اللي عند العظم. بحاول اغرس فيها السكينه كويس قوي، وشايفين كده هشوف بكسر العظم بايدي كده وبفتح. وبرضو نفس حكايه دبوس، افتحها كده بايدي وبالسكينه عشان الاجزاء اللي عند العظم اللي هي بتبقى فيها دم تستوي كويس. وتدخل لها كمان التتبيله بتاعتي، احطها بقى في الخليط دوت واسيبها في التلاجة. يعني لو ليله تبقى ممتازه. لو من الصبح بدري مفيش مشكله، نغطي عليها ونسيبها ونشوف بعد كده هنعمل ايه. خلاص بقى هنيجي هنا ايه للتتبيله بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها الكنتاكي. عندي دقيق، عندي نشا، عندي بيكنج باودر، سمسم يا جماعه، بابريكا، سمسم ايوه، كمون، جنزبيل، بصل باودر، توم باودر، ونقلب الكلام ده. السمسم بقى شوفوا، يعني شايفين ده طبعا، والملح. شايفين كميه دي قد ايه؟ تقريبا دي حوالي كوبايتين. حاطه فيها معلقه كبيره فقط يا جماعه، بس بتدي طعم مميز جدا. بعد كده هاخد القطع الفراخ بتاعتي، اقلبها كويس كده تاني في الخليط، وبعد كده هنزل بيها على الدقيق. دي اول تغليفه. بعمل ايه؟ بغلف كويس قوي كده، وابدا اعملها بايدي بقى لان ما ينفعش طبعا باي حاجه تاني. هبدا اضغط واقلب في الدقيق، وبعد كده اضغط اقلب في الدقيق، وهكذا. خلاص. بعد كده هاخدها واحطها في الخليط ده، خليط اللبن والزبادي تاني، وهاجي احطها في الدقيق. الخطوه بقى التانية دي ما بضغطش بايدي، ما بضغطش بايدي في الخليط. ليه؟ عشان تديني شويه الايه، التعويج والحتت اللي بتطلع. شايفين بقلبها في الدقيق، عشان كده لازم الدقيق يبقى كتير. شايفين شوية الحاجات اللي طالعة دي اللي هتديني القرمشة الحلوة. بعد كده هحمر. الزيت يبقى سخن، بس مش سخن قوي لدرجة ان هو يحرق لي الفراخ. شايفين؟ اول ما انزله بيدي بقليل، بس مش بقليل قوية قوي. هسيبه على نار متوسطة مش عالية، دي اهم حاجة. طيب في نص ما نلاقي اللون ده بعمل ايه؟ بسكينة مش بشوكة. هيجي برضو على الجزء الملامس للعظم، هغرس في السكينة كده كام غرسة من ناحيتين. ده يضمني ان الزيت يدخل جوه العظم ويسوي لي اللحم كويس قوي، ما يبقاش فيه نقطة دم. شايفين اللون الحلو بقى؟ دي على نار متوسطة، انا ولا بغطي عليه ولا اي حاجة، ولا بغطي عليه. واطلعها وصفيها. اول حاجه نحطها في مصفى، ما ينفعش نحطها على ورق او مناديل مطبخ، لازم في المصفى الاول لغايه ما تهدى شويه، وبعد كده احطها على الطبق، على مناديل، على ورق زبده، اي حاجه. وطعم بقى ما اقولكوش، طعم في منتهى الجمال يا جماعه.
الوصفة دي لازم تجربوها. ولو عجبك الوصفة ما تنسيش تشجعني باللايك سبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله. واقول لكم السلام عليكم.